بطولة كأس النخبة للشركات في نسختها الأولى أوفت بوعودها على كافة المستويات بعد مشاركة أهم الشركات بسلطنة عمان في مجال الطاقة والبنوك والطيران وغيرها، بتنظيم من شركة مربع النجاح الرائدة في هذا المجال. أكيد سعدنا نحن بتنظيم الفعالية الأولى للشركات في السلطنة، والحمد لله يعني المباراة كانت حماسية خاصة في دور نصف النهائي. جميع المباريات كانت قوية، جميع المباريات كانت يعني فيها تفاصيل بسيطة فقط اللي حسمت المباريات. نبارك للمتوجين أن فريق أسياد توج البطولة الأولى لأول مرة، ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم في أبو ظبي، مثل السلطنة في هذه البطولة العالمية. والفريقين الأول والثاني أسياد وترانزون سيمثل السلطنة العام القادم في بطولة مايوركا الدولية في إسبانيا إن شاء الله. نقدم كل الشكر لجميع الشركات اللي دعمت البطولة بمشاركة فرقها. نشكرهم على الروح الرياضية في المقام الأول، نشكرهم على التنافسية الراقية اللي أثلجت الصدر نحن كمنظمين للبطولة وللجمهور جميعا. يعني استمتعنا بمباريات قوية، استمتعنا بمستويات عالية من اللاعبين من جميع الفرق ومن المدربين، لأن تكتيكهم كان حاسم في بعض المباريات تغيير نتيجة المباراة، فهذه يعني شيء يشاد لجهودهم واستعداداتهم للبطولة. ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في البطولات القادمة. فرق قوية، التعامل مع شركات من مختلف القطاعات، من قطاع الطيران، من قطاع النفط والغاز، قطاع اللوجستي، قطاع المصرفي. أكيد هذه يعني تعطيك تنوع وفرصة للتفاعل مع عدة شركات مختلفة، وأكيد هذا سيكون داعم لنا في المستقبل لتقديم الأفضل لشركات يعني النخبة في السلطنة. نشجع هذا النوع من البطولات اللي هي تكون قريبة من المجتمع وقريبة من الشركات والموظفين، بحيث تساعد على تنشيط المجتمع وزيادة الوعي الصحي وما إلى ذلك من هذه الأهداف العامة للرياضة. كذلك أنه هذه النسخة الأولى من بطولة الشركات تعتبر نسخة جديدة لعمان، تشجع القطاع الخاص في الولوج للنشاط الرياضي المجتمعي، وأيضا مرتبطة بأهداف أنه في بطولات عالمية. فنبارك للفائزين في النسخة الأولى من هذه البطولة، ونبارك للشركة المنظمة على تنظيمها الرائع لهذه البطولة. وأسدل الستار على هذه البطولة برعاية السيد نصر البوسعيدي، وهو ما يبرز قيمة هذه البطولة المؤهلة لكأس العالم في أبو ظبي وبطولة مايوركا بإسبانيا، ليكون فريق أسياد صاحب الحظ السعيد بعد فوزه على فريق ترانزوم بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل ب3 أهداف لمثلها، فيما حقق فريق بنك مسقط المركز الثالث بذات الطريقة على حساب فريق أبراج. جائزة جت من مجهود الشباب كلهم معنا. الفريق كله كان نخبة من اللاعبين الممتازين في المجموعة. الحمد لله كان أول ما دخلنا البطولة نحن ناويين على البطولة، فهذا أثر على أدائنا فردي كلاعبين، والحمد لله على حصولي على الجائزة هذه بعد التعب اللي تعبناه. وبالنسبة للبطولة اللي هي في مايوركا وأبو ظبي إن شاء الله نستمر على نفس الأداء، وإن شاء الله نحققها أيضا. هو تحضير طبعا، قبل هذه البطولة كنا محضرين بشكل جيد. الشركة ما قصرت، ساعدتنا في هذا الشيء أيضا. التحضير هذا كله نتج بشكل جميل في هذه البطولة، وإن شاء الله الاستمرار في هذه التحضيرات لحد ما نوصل للأفضل إن شاء الله. أقول لزملائي دائما إذا طامحين لشيء وحابين أنهم يفوزوا لازم يؤمنوا بهذا الشيء من داخل قلبهم، أن كرة القدم تعطي اللي يعطيها، فإذا أنت أعطيت وأديت في الملعب أكيد راح تفوز. الحمد لله كان هدفنا الوصول للنهائي، وحققنا الهدف الأول هو الوصول إلى مايوركا. كان هدفنا أن نصعد إلى بطولة كأس العالم الشركات في أبو ظبي، لكن ما حالفنا الحظ، كان هي ضربات جزاء. والحمد لله الهدف الأول اللي كنا كنا الهدف الأول اللي هو وصول للنهائي، وحققنا في هذا الهدف، والحمد لله إن شاء الله بنستعد استعداد جيد للبطولة. أتوقع البطولة بتكون في 2024
فترة زمنية كثيرة لين تبدأ البطولة، ومجلس إدارة ترانزم ما بيقصر معانا. طبعا أنا يعني مع جميع أخواني اللاعبين نشكر إدارة شركة ترانزم على اللي بذلوه، الجهد اللي بذلوه، المدرب أحمد دهماني، إلى رئيس الفريق أحمد علي العيسري، وإلى علي الطالعي اللي هو معنا مدير الفريق. وإن شاء الله نحن قادرين إن شاء الله نوصل بعيد في البطولة. هذه ما أول مشاركة لنا في مايوركا الدولية، هذه تقريبا ثاني مشاركة. هذه السنة شاركنا، حققنا المركز الثالث، وهدفنا إن شاء الله الوصول للنهائي مرة ثانية في بطولة مايوركا إن شاء الله. حققت بطولة كأس النخبة للشركات في نسختها الأولى النجاح المتوقع، واتسمت بالإثارة على مدى 3 أيام بمشاركة كبيرة ضمت 14 فريقا تنافسوا للوصول للنهائي الحلم، لكنه حتما لن يكون آخر المشوار.